نفهموا بعض التعليقات تاع الناس، يقول لك انايا بالعاميه مانيش لاتي بالسبور، راني نشوفكم راكم ديروا في السبور كذا، مي انا عندي مشاكل واحد اخرين في راسي هاد الايامات، ما عنديش هادي، راني نستنى هادي. يقول لك هذا هبال، نروح نلتهب بالصحه والسبور. لكن نقول للمشاهد ايضا انه اذا صحتك ديرها حاجه ثانيه درجه ثانيه، هذا يسموه ايضا شكل من اشكال الهبال. دونك الواحد لازم يعرف يفرق بين الاولويه والاسبقيه، ويعرف يتاقلم. كيما احنا نقولوا في شهر رمضان شهر تاع صيام، شهر تاع عباده، بصح لازم تروح تخدم، لانه ما كانش يجيب لك القفاك وما تخدمش. دونك كل واحد يورغانيزي روحه ويصادفت. المشاكل يمشوا معانا، لا زعما نعتبروا رانا في سياره انت راك تسوق والمشكل راه معاك. دونك ما نهربوش على المشاكل تاعنا، نواجهوهم ونديروا واش لازم، وخلينا نقولوا العباره تاعنا بالعاميه ما نبردوش على الاهداف تاعنا، يعني نكملوا فيها. والاولويه للصحه دائما وابدا. انا دائما نقولها هذه واللي قالها، وكما نقولوا مد السنين يقولوها الناس. انا دائما نقول العقل السليم في الجسم السليم. يعني الانسان كي يكون بعقله ويخمم مليح، سواء عنده مشاكل اون باراليل يتجه للسبور وحياته مع الناس، هذاك هو الانسان اللي يقدر يواجه الدنيا هذه. والدنيا هذه مبنيه هكا على فيها سبور وفيها كما جوزنا رمضان عباده. الانسان لازم يتاقلم مع النمط المعيشي اللي هو فيه. يعني الانسان لازم دائما يكون قوي ومشوا الله للقدام وما تسمعوش للناس. انا دائما نقولها.